ده عنفر حفتم 2005 في يناير شهر 4. بدأ الموضوع معاه مش بهزر والله، بس انت ليه مش صاحبي؟ وراح دلوقتي اللي هو اللي بيمشي ورا النسوان بيفلح. حابب بس اقول ان انا مش ضد اللي هو بيعمله بشكل كامل، انا ضد بس فكرة ان انت تفضح حد. بس شباب الزمالك يجوز فيهم الفضيحة بصراحة، او هما بيفضحوا نفسهم بنفسهم، فطالما هما بيفضحوا نفسهم بنفسهم انت مالكش دخل، فاهم؟ يعني مش لازم انت تكون الشخص الشرير، فاهم؟ كفاية خوف من المجتمع، هو كان نفسه يبقى فاتن كتير. سكت الشفايف وقرب واجي انا مش عارف بصراحة دي ايه. قلبي خايف. هشوف مين كيتي تي ار دي. دي واحدة لاحق، دي واحدة لاحق. انت بنت، انت بنت ولا واد؟ انت بنت؟ لا في استنى في شعر، شعر اهو. اسمك كيتي ليه يا اسطى؟ وحشتيني، عايز ابص. مش هننام سوا تاني؟ ده ايه في ايه؟ مش ده اللي كان في بوست بيقول الشاب الكراش بتاعتي عايزه ترتبط بيه تقريبا؟ هو والله. ما تقولش بلاك بينك، بلاك بينك ومضفر شعرك وعامل نمش. ايه ده؟ ايه ولا يا ولا يا ولا؟ خليك تندم طول حياتك واحد الله بس يشوفك وش في وش. واكيد هو ما شافوش وش في وش، لان اللي بيعمل محتوى زي ده بيكون مخبي نفسه، مستخبي، وهيفضل مستخبي. بس الفكرة ان انت مستخبي من مين؟ انت مستخبي برضه من شاب زمالك يعني. What the fuck؟ مش ده مش ده دي ولا ده بقى؟ انا اتلخبطت يا جدعان، بقيت بتلخبط والله. هو كان هو كان بيضرب، هو كان بيهز صدره ولا بتعمل ايه؟ يا اخي ميتين ام التيك توك اللي باظ او قلت يا جدعان. والله زين اوي على اللي حصل له. قاعد يا اسطى دي محطة يعني عاملين مشاكل يعني. ركان عامل مشاكل مع عنبر حفتم، والموضوع اتطور بقى. واقف عند اتجاه شبرا تقريبا، دي محطة السادات تقريبا. دي السادات دي يا ركان، هي دي السادات صح؟ دي السادات يا ركان. واللبس اللي انت لابسه ده ركان ايه ده؟ بيفكرني بمين؟ ايوه شعبولة. انت يا ابني امسح الفيديو اللي نزلته ده، ومحدش ينزل حاجة تخصني انت او زمايلك، وانا قلت لك اهو يا زميلي، عشان انتوا بتزعلوا لما بعمل لكم حوارات او ما اذي حد فيكم. بس يعني هو كل 3 ايام بيقوم رايح اذي واحد. يا عم كنتش عايز اذيه يا عم بقى، كنتش عايز اذيه والله. هو المفروض ان انا يعني كنت داخل ارياكت على هذا العنبر حفتم، بس لقيتني برياكت على الناس اللي بيتكلموا، ودي حاجة غريبة. اوعى بطبلي ب 500 جنيه بس. 500 بس؟ ماشي مش هشتريها. انا بجد عمري ما اتكلمت في اي حاجة سيكشوال، واي حد مش مصدق يعمل انفريند عادي.
لا حول ولا قوة. الناس بتوع الزمالك دول بيعملوا واحد في الشات بيعملوا واحد في الشات يا جدعان. انا ممكن اتفهم لو ده هزار، بس يعني برضه ما بيبقاش بالطريقة دي يعني. حتى لو هزار سيكشوال ممكن مثلا ايه تدخل كلمة في اي سنتنس، فاهم؟ وكل واحد يكون صريح يعني. في ناس كتير بتعمل كده حواليك، فاهم؟ بس المفروض ان انت ايه يعني، فاهم؟ انت تنتقي نفسك. المفروض ان انت تكون احسن حاجة يعني بنفسك، ان انت تبطل مثلا حاجة تعملها زي كده مثلا، لان هيكون ليها تأثير سلبي عليك في المستقبل. ممكن تكون مدمن مثلا ولا حاجة. نيجي بقى للخناقات بقى. انا بحب انا مش هعلق على اللي انا شايفه ده. انا شايف كمية افجرات، افجر فجرة، فاجرين. انا شفت كل المشتقات كلمة فوق. عم يعمل ايه؟ شو عم تعمل لك اهبل؟ بيسو شير. روح هنا، روح بيسو شير. أهبل. خلاص جابهم يا رجالة، بكبس شير. باين يا بنت الشر، ابوكي لو شافه هينزلك بكره. خش حالا خليها تشيل الصوره دي يا بنت ديك الكلب يا معرفه اللي مسافره تطلقي لي على اطلع السرير كده وابلعي ملط عشان انام معاكي، وافتحي لي يا حبيبتي انام معاكي واظبطك. طلعي لي بره انا نصه والحس لك واظبطك واخليكي اخر حلاوه. ادخله دخل حاسب عليا جامد وصغير. حرام عليك يا حبيبي، ارحم حبيبتك، مش قوي كده يا روحي، نبني بالراحه. حرقك يا روحي، بيحرقك. معلش استحملي يا حبيبتي، انا عاوز اكيفك وعايز اخليك تنزلي اللي عندك كله. بحبك وحب جسمي. بقالنا قد ايه بنصور؟ 12 دقيقة بحالهم. لا اله الا الله. لا افورنا يا جدعان، افورنا. لا انا اتفرجت على 12 دقيقة محتوى عيال زمالك. عيال عاملين شعرهم كيرلي ولابسين اوفر سايز، او مش اوفر سايز، هو اكشلي السجادة ملفوفة، بس يعني هم عاملين لها كمام وكده. انا بلبس اوفر سايز، عامل شعري كيرلي، بس شكلي راجل ارجل منك. ومش ساكن في الزمالك. انا مش ساكن في الزمالك. عارف انا ساكن فين؟ كن معايا. لا بهزر، خلاص مش كن معايا. عارف انا ساكن فين؟ كن معايا. خلاص هقول المرة دي بجد. عارف انا ساكن فين؟ كن معايا.